جالك مشوار مفاجئ يا صاحبي وعايز تروحه ومستعجل ومش عايز تتأخر، بس اكتشفت ان الجزمة متوسخة وعليها تراب الدنيا والآخرة. طب امسحه ازاي؟ طب ادخل على اليوتيوب، طب ارن على صاحبي، طب مش عارف ايه، طب ايه ومحتار. ايه الحل عندي يا صاحبي؟ بلاش تتردد ولا تحتار، الحل عند الشربوش الغدار. بص يا صاحبي، جزمتك عليها تراب، الموضوع سهل جدا، بس انت اللي ما كنتش متعلم الطريقة. انت يا صاحبي عاوز جزمة متدربة عشان تمسحها، وانت طبعا بالفعل عندك الجزمة ومتدربة. هتحتاج ايه تاني؟ هتحتاج قماشة قديمة يا صاحبي، والقماشة القديمة دي موجودة في كل بيت. بص، كل ما عليك يا صاحبي انك هتبعدهم عن بعض، لاننا هنمسحهم فردة فردة. ولكن الفردة دي الاولى، هتمسك القماشة كده يا صاحبي وهتمسح الفردة. بص يا صاحبي، بص، شايف الفرق يا صاحبي؟ بص فوق عاملة ازاي، بص في الجنب عاملة ازاي، بمنتهى السهولة يا صاحبي. بص، هتمسح يا صاحبي الجزمة وهتلمعها. بص يا صاحبي، الجزمة من فوق وتحت ومن الجناب ومن كله. بص، وحركة بروفيشنال بقى، محدش يقولك عليها، امسحها من جوه. بص يا صاحبي، كده الجزمة أصبحت نظيفة بره وجوه يا صاحبي. حركة بروفيشنال برضو انك تبل الخلقة مية بعد ما تمسحها من التراب الأول عشان ما تليطش معاك، وتمسحها بالمية. هتلاقيها بقت ملمع، ولا تحتاج لملمع ولا حاجة، تمسح بقى كوتشيات، جزم، أي حاجة. الفردة التانية كذلك يا صاحبي. بص، بمنتهى السهولة يا صاحبي هتمسح الجزمة من التراب بره وجوه يا صاحبي. بص يا صاحبي، بره وجوه. بس يا صاحبي، دي الطريقة الصحيحة ازاي تلمع الجزمة وتمسحها من التراب بنفسك بقماشة قديمة. لحد هنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل جرس الإشعارات وتضغط لنا لايك للفيديو. السلام عليكم.